أيها السيدات والسادة، الآن جاء دوركم. سنقوم بتوزيع بعض الأوراق عليكم لتكتبوا عليها أسئلتكم الموجهة إما إلى القس جيمي سواغرت أو إلى الأخ أحمد ديدات. أحمد ديدات، هل القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم هو النص الأصلي الذي أنزل؟ وهل صحيح أن المصاحف الأصلية قد أحرقت؟ يوجد ما يعرف بالمصحف العثماني. تعلمون أن الخليفة عثمان الأخ سواغرت قال إن هناك قراءات مختلفة، وإن الخليفة عثمان أمر بإحراق نصوص القراءات المختلفة. ولتوضيح ذلك أضرب مثلا من كلامه نفسه. فلو أن أحدا اختزل كتابة ما قاله الأخ سواغرت فسيجد أنه تطرق إلى عدد من الأسماء التي لفظها بطريقة محرفة، ونحن لا نؤاخذه لأنه لفظ اسم عثمان محرفا بدلا من أن يلفظه كما يجب، وقال شيئا عن عمر بحيث بدا لفظه فظيعا، ونحن لن نعترض على ذلك لأنكم لم تتعودوا على نطق أسمائنا. ولكن إذا أردنا قراءة ما دونه الشخص الذي اختزل كتابة ما قلت فلن نستطيع أن نتبين أنك كنت تتحدث عن عثمان الخليفة الثالث في الإسلام أو عن عمر الخليفة الثاني في الإسلام. أما اسم حفصة فقد لفظته صحيحا. وفي حالة ما إذا كنت أراجع ما دون بغرض نشر حديث الأخ سواغرت فهل تتوقعون أن أتركه كما هو؟ هل تعرفون ما يعنيه التحريف في تهجي اسم عثمان؟ الاسم الصحيح ليس عثمان، إنه عثمان، عين تاء ميم ألف نون، وليس عثمان، ولذلك أصححه إلى عثمان. ألا تقتضي الأمانة أن أفعل ذلك؟ إن الذي حدث هو أن الكتب العبرية وكذلك الكتب العربية كانت تكتب بدون تشكيل وبدون حروف المد. وفيما يخص أبناء اللغة أنفسهم كان من السهل عليهم أن يفهموا المقصود. أما بالنسبة للأجنبي فإنه لا ينطق باللفظ الصحيح بدون حركات التشكيل وحروف المد. على سبيل المثال، إذا كتبنا بالإنجليزية الرجل ينام على السرير واختزلنا كلمة بيد التي تعني السرير إلى بيدي، فأنتم تعرفون أنها بيد وليست بيد أو باد أو باد، لأنكم تدركون أن بيدي تعني بيد، فحسكم اللغوي يساعدكم على استحضار حروف المد إلى أذهانكم، وأن بيدي هي اختزال لكلمة بيد. لقد أدرك العربي والعبري تلك الخاصية في لغته. ولكن عندما خرج الأمر إلى أمة أجنبية فإن الأجنبي لم يكن يعرف كيف يلفظ عبارة الحمد لله رب العالمين عندما تكتب بدون حركات المد أو التشكيل. هل يلفظها الحمد أو الحمد؟ كيف؟ وهكذا عندما دخل أبناء الأمم المختلفة في الإسلام فكما سمعوا اللغة أخذوا ينطقونها ثم يكتبونها محرفة، كما في الإنجليزية. بعض مواطنية يلفظون ديفورس التي تعني الطلاق دايفورس، وبعضهم يلفظها ايرون. ما العمل إذا؟ إن تهجينا لكلمات اللغة الإنجليزية يختلف أحيانا عند الإنجليزي عنه عند الأمريكي، ولكن لحسن الحظ فإن النطق لا يختلف. أما إذا نتج عن ذلك اختلاف في النطق فإنكم تتدخلون لتغيير ذلك. وهكذا. فبالنسبة لتلك القراءات المختلفة لطرق النطق المختلفة فإننا نقول إن القرآن قد أنزل بلهجة قريش، وهي القبيلة التي ينتمي إليها محمد، وكان لابد من المحافظة على النطق واستبعاد أي نطق آخر يختلف عن لهجة قريش. أما المصحف الذي دون في عهد عثمان فهو محفوظ في متحف توبكابي في اسطنبول بتركيا. الأخ سواغرت، أرجو أن توضح لي كيف جاء في سفر الرؤيا أن دخول الجنة مقصور على 144 ألفا من الناس، وأنهم جميعا من اليهود من 12 قبيلة، فما وضع الأمميين غير اليهود أمثالنا؟
هل هذا هو سؤالك؟ هذا هو السؤال. إن 144 ألفا المذكورين في سفر الرؤيا كما قال الأخ، والذين هم من الشعب اليهودي 12 ألفا من كل قبيلة، لا علاقة لهم بالأمميين. وهؤلاء 12 ألفا اختيروا من كل قبيلة أثناء فترة المحنة العظمى، لأنهم هم الذين صدقوا بالرب يسوع مخلصا ومنقذا، ولذلك بشروا بالجنة. ولا علاقة لذلك بخلاص الملايين الذين جاءوا إلى الرب، لا علاقة له بالأمميين، وإنما هو يتحدث عن 144 ألفا هؤلاء. وينص أيضا على أن كل من يدعو باسم الرب سينال الخلاص، وهكذا فأي أممي يدعو باسم الرب سينال الخلاص أيضا. أعتقد أن هذا يجيب عن السؤال. الأخ أحمد يقول عيسى: الرب إلهنا رب واحد، وعليك أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. مرقس الإصحاح 12 العدد 29 إلى 30. والمسلمون يتفقون مع المسيحيين أنه لا وجود إلا لإله واحد، فكيف يحب المسلمون الإله دون تبدل في توجه قلوبهم؟ التبدل في توجه القلوب. انظر إلى حال المسلمين، انظر إليهم. قال عيسى: من ثمارهم تعرفهم. هل يجني الرجال التين من العكوب أو العنب من الشوك؟ وقال: كل شجرة طيبة تطرح ثمرة طيبة، وكل شجرة خبيثة تطرح ثمرة خبيثة. هذا هو المحك، الثمرة. لقد أوجد الإسلام أكبر مجتمع في العالم لا يتعاطى المسكرات. يوجد حوالي 1,000 مليون مسلم في العالم، وهم في عمومهم لا يعاقرون المسكرات ولا يشربون الخمر. هذه هي الثمرة. بنو جنسي مثلا، وهم أكثر الشعوب عنصرية على وجه الأرض. أنتم تعرفون الهندوس في الهند، طائفة الهندوس الطبقة العليا البراهمية، أمتي التي أنحدر منها. تجدون أن هذه الأمة التي كانت أكثر الأمم عنصرية تتبدل، ولا تفرق بين الأسود والأبيض والغني والفقير، فكلهم إخوة. ولقد تبدلوا. ومع كل الدعاوى التي ينادى بها لصالح المسيحي، المسيح عيسى يبدل حياة الناس، وأن طبيعتك القديمة تخرج منك لتدخل طبيعتك الجديدة فيك. فإني أقول: انظروا في هذه الأمة الجبارة أمريكا، يوجد حسب قول الأخ سواجر 11 مليون سكير. هكذا يقول، 11 مليون سكير، و44 مليون من مدمني الخمور. هذه هي أمتكم. والأخ سواجر لا يجد اختلافا بين 55 مليون، فهو يعتبرهم مدمني خمور. أما في الإسلام فلا شرب حتى على سبيل المجاملات الاجتماعية. والنبي محمد يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا عذر في قليل أو كثير، تحريم كامل. والقرآن الكريم يقول: يخاطب كل المؤمنين، أي كل المسكرات، أي القمار. والأخ سواجر في كتابه عن المقامرة يقول: إنكم تبذلون 54 مليار دولار سنويا في القمار، أي قراءة الحظ، أي عبادة الأوثان، أي عمل مقيت من صنع الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي آمركم أن تبتعدوا عنه لكي تفلحوا. فأفرغت براميل الخمر في شوارع المدينة ولم تملأ بعد ذلك. هذه هي الثمرة، ثمرة تعاليم الإسلام. ولكن ما هي ثمرة 1000 عام من الوعظ؟ أنتم لديكم القدرة على صنع المعجزات. المسيح يحيي الموتى ويبرئ المرضى، ومحمد لم يستطع، وباسم محمد لم يتحقق شيء. وأنا أقول لكم إنكم لا تقرؤون الإنجيل. قال المسيح: سينهض كثيرون يدعون أنهم المسيح وأنهم أنبياء، يأتون بآيات وعجائب عظيمة ليضلوا الصفوة لو أمكنهم. المسيح الدجال يستطيع تحقيق ذلك. المسيح الدجال يستطيع تحقيق المعجزات، النبي الكذاب يستطيع تحقيق المعجزات. هل هذا هو الدليل على صدق العقيدة؟ كلا. ويقول المسيح عيسى لأولئك الذين يزيفون بتلك المعجزات في إنجيل القديس متى: إنه في ذلك اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، كثيرون سيأتون إلي في ذلك اليوم قائلين: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا أعمالا خارقة كثيرة؟ باسمك، باسم عيسى، ألم تفعلوا كل هذا؟ باسمك ألم نفعل كل ذلك؟ فيقول: نعم. ثم يقول: إني لم أعرفكم قط، اغربوا عن وجهي أيها الآثمون.
فسروا لي هذا. إنه يتحدث عنكم أنتم. إنه لن يقول لليهود اغربوا عن وجهي فأنا لا أعرفكم، ولن يقول للهندوس أو الملحدين اغربوا عن وجهي، بل سيقول لكم أنتم وأريد أن أعرف. لماذا يقول لكم إني حتى لا أعرفكم؟ ابتعدوا عني. وهكذا فإن المعجزات ليست الدليل. وهذا هو يوحنا المعمداني الذي وصفه عيسى بأنه من أعظم الرسل، يقول عنه من بين من ولدتهم النساء لم يظهر بعد من هو أعظم من يوحنا المعمداني. ومع ذلك فإنه لم يأتي بمعجزة. هل أتى بواحدة؟ لم يحدث. المعجزة إذا ليست الدليل، لكن المعجزة الكبرى أن تتحول الأمم وتتبدل أحوالها بدون معجزات. إن 1,000 مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم محمد. سيد سواغرت، ما مصير المسلمين الذين يؤمنون